تخيل تفضل سنين في الضلمه وبعدين فجاه تشوف نور. الكلام ده ما عادش خيال علمي، ده فعلا بقى بيتطبق وشكله بجد. السنين او الجينات او حتى الامراض ممكن تدمر الشبكيه بتاعتك واللي بنعتبرها الكاميرا بتاعت العين، والشبكيه اللي بتخليك تشوف ممكن تموت. للاسف في ناس كتير ما بتشوفش النهارده، بس الحمد لله دلوقتي في تجارب سريريه نجحت وبقوا المرضى اللي ما كانوش بيشوفوا بيخبوا عينيهم من شده الضوء اللي بيتعرضوا ليه، والخلايا الجذعيه ديت هي اللي هترمم الشبكيه اللي اتدمرت وتقدر حرفيا ترجع النظر للناس. في الحالات المتقدمه دلوقتي في ناس بدات ترجع تشوف اهاليهم من تاني ودموع الفرح ماليه عينيهم. بس عايز انبه دلوقتي على حاجه مهمه، كل ما كان العلاج بدري كل ما كان انقاذ البصر اسرع وبصوره اكبر. الوقت هنا هو الفيصل للعلاج، وده ممكن ينقذ ملايين من المرضى اللي بيعانوا من الضمور البقعي او التهاب الشبكيه. بس السؤال هنا، هل ممكن الخلايا الجذعيه ديت تعالج امراض تانية زي شلل الرعاش او الزهايمر؟ الثوره ديت مش للعيون بس، ده المجال الطبي ومستقبل الطب كله هيتغير. فبعت الفيديو ده لاي حد محتاج الامل في حياته، وشارك الفيديو ده عشان كل انسان ليه الحق انه يشوف جمال الدنيا من تاني.